ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل تورته كنافه تنفع للضيوف وان احنا نقدمها لو رايحين لاي حد. اول حاجه انا بحمر الكنافه، بس احمرها بطريقه مختلفه شويه عن نار من فوق، يعني اوفر. هجيب كده الكنافه افرطها، احط معلقتين سمنه بس، وبعد ما ادخل السمنه كلها فيها افردها كده في الصينيه وادخلها الفرن لغايه ما تتحمر بالشكل المنظر اللي انتوا هتشوفوه دوت بجد. طلعت مقرمشه جدا وكريسبي، ممكن احطها عندي اسبوع في التلاجة، نتيجه رائعه. في علبه، لما بحتاجها بطلعها وبشتغل بيها. انا عندي كميه بقى، خدت منها حبه كده زي ربع كيلو، وحطيت عليه معلقتين من الكراميل، وهقلب لغايه ما الكميه احس ان الكراميل مع الكنافه لو مسكتها كده تتشكل معايا. بعد كده هجيب صينيه التشيز كيك، هفرد الكنافه في القاع بتاع الصينيه زي ما انتم شايفين كده، هخليها متساويه. فهجيب كيس بلاستيك وهبطط عليها بايدي كده. بعد كده بقى ما ببططها هحطها في التلاجة شوية. بعد كده بقى هعمل الكريمة بتاعتي. انا جبت كريمة خفق من جاهزة، وحطيت بس عليها معلقتين كريم جانتيه. وبعد كده هضربها بالمضرب، مش هحط سكر. هحط 300 ملي من اللبن متلج، وهضربها بقى لغاية ما تبقى معايا زي ما بعمل الكريم شانتيه العادي كده بتاعنا. بس بعد بقى ما ضربتها هحط كمان عشان ازود الطعم معايا، هحط معلقتين كبار من الكراميل. طبعا انا عامله الكراميل ده في البيت، ممكن تشوفوا في الفيديو اللي انا منزلاه قبل كده طريقه الكراميل. بعد ما حطيت الكراميل هضربها تاني، وبعد كده هحط معلقه من الجيلاتين، عاملاها في الميه، معلقه صغيره مش كبيره علشان الجيلاتين عندي ما يمررش معايا. كده بقى حطيت هحط اهي المعلقه بتاعت الجيلاتين. هحط بعد كده هضربها كويس جدا، وهحطها في التلاجة ربع ساعة قبل ما احطها على الكنافة. بعد بقى ما جبت طبقة الكنافة هحط عليها اي طبق فاكهة انتوا عايزينها. انا حطيت موز، وكمان ضفت مكسرات، وممكن تضيفوا سوداني عادي بيبقى شغال جدا مع الموز، بحبه جدا. وكمان ضفت شوكولاتة سايلة. وبعد كده ضفت بقى الكريم اللي احنا عملناها مع بعض، وهسويها علشان تديني سطح كده زي التورته. وبعد كده هحطها في التلاجة، وبعدين هطلعها هزوقها بقى على الحرف كده بالكنافة مع الفستق. وقبل ما حطيت حطيت شوكولاتة مع السوداني او المكسرات، شكلها تحفة. اشوفكم في وصفة جديدة. باي باي.